8 صفات لو فيكي اعرفي انك هتفضلي دايما هدف ممتاز لأي نرجسي. مش معنى كده ان انتي تغيري الصفات دي فيكي لانها صفات كلها كويسة جدا جدا، لكن تعرفي ان الصفة دي هي اللي بتجذب النرجسي ليكي، وتحاولي ان انتي ما تبينيهالوش، وتحاولي ان انتي تكوني اكثر غموضا وما تبقيش كتاب مفتوح للنرجسي بالطريقة دي، لأي حد مش للنرجسي بس. حاجة مهمة جدا علشان تفكي اللغز الكبير ده، ليه انت كنت صيدة ثمينة للنرجسي. هنتكلم برضو النهاردة عن الحاجات اللي خلت النرجسي يختارك انت بالذات. 8 سمات شخصية او شخصية معينة بيبحث عنها النرجسي، علشان كده اختارك انت. لو انت في علاقة مع نرجسي خلي بالك من الحاجات اللي هقولها لك دي واهربي من اولها. لو انت في علاقة مع نرجسي فدي مش مجرد صدفة او حظك وحش، لازم تفكري كويس، لان ده هو اللي خلاكي مستهدفة بسبب شخصيتك وسماتك دي. طبعا لو انت جديدة معانا في قناتنا اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتنضمي لأسرتنا الجميلة. كمان لو محتاجة استشارة شخصية ممكن تبعتيلي على اللينك اللي في الديسكريبشن بوكس وأنا تحت أمرك. النهاردة هنتكلم عن أهم 8 سمات أو صفات في شخصيتك، هم دول اللي بيخلوكي هدف للنرجسي. يلا نبدأ. أول حاجة طبعا هي التعاطف. أكيد أنت سمعتي الكلام ده من ناس كتير، وأعتقد إن مفيش سمة مهمة أكتر من التعاطف بالنسبة للنرجسي. هي دي الصفة الأولى اللي بيدور عليها ويجري وراها، لأن التعاطف هو المشاعر الوحيدة اللي مش موجودة عند النرجسي أصلا. دايما بتدور على شخصية عندها مستويات عميقة جدا من التعاطف، بيدور على حاجة مش موجودة فيه هو. كمان النرجسي بيكون عارف انه لو عنده زوجة متعاطفة وعندها احساس فده ممكن يخلي الناس برضو تفتكر ان النرجسي زيها عنده احساس ومتعاطف زيها، يبقى هو بيستمد الصفة دي منك علشان يبان بيها ويظهر بيها قدام الناس. كمان النرجسي لازم يرتبط بواحدة متعاطفة جدا، لانه بيكون عارف ان اجلا ام عاجلا القناع اللي هو لابسه هيسقط وهيظهر على حقيقته. ولما يحصل ده فهو بيستغل طبيعتك المتعاطفة دي عشان يصعب عليكي وتشفقي عليه، عشان ما تسيبيهوش ابدا ابدا، وبكده يفضل يوجه لك الإساءة النرجسية وانتي تفضلي متعاطفة وطيبة وتسامحيه. تاني صفة أو تاني حاجة النرجسي بيدور عليها فيكي هي الإخلاص. لازم تكوني مخلصة جدا للناس اللي في حياتك، بتحبي بدون قيد ولا شرط. النرجسي بيكون عارف إنه هيحتاج شخصية زي دي لما يسقط القناع من على وشه. عشان كده أول ما يلاقيكي واحدة مخلصة جدا وصادقة جدا في مشاعرها مع كل اللي حواليها، فمهم قوي بالنسبة للنرجسي إنه يستغلك ويتلاعب بيكي. انتي كده صيدة ثمينة، لازم تكوني مخلصة ليه هو وتفضليه عن أي حد في حياتك. انتي مستعدة تستغني عن أي حد علشان خاطره هو. تالت سمة في شخصيتك وبرضه بيكون النرجسي دايما بيدور عليها فيكي هي الالتزام وإحساسك بالمسؤولية، لأنه عارف هو قد إيه شخص مش مسؤول وما بيعرفش يتحمل مسؤولية حاجة. عشان كده محتاج حد يشيل عنه المسؤولية دي ويقوم بالدور اللي المفروض إن هو اللي يقوم بيه. النرجسي بيدور دايما على حد يرمي عليه كل مسؤولياته، كل دوره، شخص مسؤول يعمل كل الواجبات اللي المفروض إن هو اللي يعملها، ويستغل إحساسك بالمسؤولية ده ويحملك أنت كمان مسؤولية أخطائه. لازم تكوني إنسانة حمولة جدا وصبورة جدا، تتحملي حتى مسؤولية أخطائه. لما يغلط يقولك أنت السبب،
انا عملت كده علشان انتي ما اهتمتيش بيا، علشان انتي سبتيني، علشان انتي اهملتيني، رغم انك ممكن تكوني مش مهملة فيه خالص، وهو رقم واحد في حياتك، بس هو اتعود انه يرمي مسؤولية اخطائه على غيره، وطبعا مفيش اسهل منك علشان يرمي المسؤولية عليها. السمة الرابعة هو انك تكوني شخص بيحب يسعد اللي حواليه، ودي حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، النرجسي دايما بيدور عليها. عشان يكون سهل عليه انه يتلاعب بيكي لازم تكوني شخصية بتحب ترضي اللي حواليها، عشان طول الوقت تفضلي تدوري ازاي ترضيه. هو عايزك كده علشان يضمن انك هتدوري على رضاه. خليكي فاكرة ان النرجسي بيستخدم معاكي دايما اسلوب التعزيز المتقطع عشان يخليكي تدمنيه. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ يعني يديلك جرعات قليلة جدا من الحب والاهتمام والتفاهم على فترات متباعدة. ده اللي بنقول عليه اللاف بامبنج او الهوفرنج، او ايا كان انت في انهي مرحلة من مراحل العلاقة، عشان يخليكي دايما تدوري على ازاي ترضيه وتعملي اقصى ما في وسعك علشان تسمعي منه بس كلمة حب او تشجيع، او تسمعي منه كلمة كويسة في حقك، او تبقي طايرة من الفرح لمجرد انه يبصلك بصة رضا، او يطبطب على كتفك، او يملس على شعرك. هو ده فتات الخبز اللي بيديهولك النرجسي، عشان تفضلي طول الوقت تدوري على ايه اللي بيسعده ويرضيه، عشان تسمعي منه الجزء البسيط ده، او عشان تتقبلي منه الفتافيت اللي بيرميها لك دي. هدفه يتلاعب بيكي ويسخرك لرغباته، يدخلك دايرة الاستغلال بتاعته، يعمل لك الهوفرنج، يخليك تطيري من السعادة، وبعدها يعمل لك الديفالويشن او تقليل القيمة، وبعدها يعمل لك الديسكارد الالقاء والتخلي، وتفضلي انت تفكري اعمل ايه اعمل ايه علشان ارجع تاني لمرحلة اللاف بامبنج، عشان يبص لي، عشان يكلمني، علشان يهتم، عشان يضحك لي، عشان يبعت لي رسالة حلوة، عشان يقضي معايا ليلة لطيفة. يفضل هو يسيء معاملتك مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تحسي انك زي الهامستر. عارفين الهامستر، الحيوان الصغنن اللي شبه الفار اللي بيجري جوه العجلة؟ هو بيحسسك انك كده بالظبط، تفضلي تجري في عجلة الاستغلال النرجسي دي لغاية ملهاش نهاية، مش لغاية حاجة يعني without end. تفضلي كده طول الوقت، طول الوقت بتدوري على ازاي ترضيه علشان يرميلك فتافيت الحب والتفاهم والعطف. تفضلي تحاولي وتحاولي ازاي ترضيه على امل انه يبقى كويس معاكي، فتنسي كل الناس وكل حاجة حتى نفسك، تفضلي تفكري بس في رضاه هو وسعادته هو. فانت قبل ما يتجوزك النرجسي بيلاقيكي كده بتحبي ترضي كل اللي حواليكي، وبتلاقي سعادتك في سعادة الناس، فانت صيدة ثمينة ومهمة جدا ليه. تمام. رقم 5، انك بريئة وساذجة وحاسة ان كل الناس طيبة، كل الناس كويسة ونيتها كويسة زيك بالظبط، حاسة ان العالم كله شبهك، كل الناس عندها قيم واخلاق. النرجسي بيبقى عارف ان ده هيسهل عليه انه يخدعك، عارف انك طالما ساذجة وبريئة كده فانت مالكيش خبرة وهتنخدعي فيه بسهولة. بس عايزة اقولك على حاجة، اوعي تفتكري ان اللي اتعرضت للإساءة النرجسية وهي صغيرة مش ممكن تنخدع في النرجسي تاني. بالعكس، دي بتكون اسهل على النرجسي انه يخدعها من اي واحدة تانية، اكتر من اي واحدة عمرها ما تعرضت للإساءة اصلا، لانها بتكون متعودة على الإساءة، فطبيعي انها ما تحسش باي تغيير ولا اي اختلاف، ما بتحسش ان في حاجة غلط. لكن اللي ما تعرضتش للإساءة النرجسية قبل علاقتها بالنرجسي ممكن تحس ان في حاجة غلط في العلاقة وتبعد، وده طبعا على حسب درجة تلاعبه بيها وإحكام سيطرته عليها، وعلى حسب درجة وعيها وإنها تصدق إحساسها الداخلي، إنها تصدق شعورها. علشان كده بقولك دايما صدقي إحساسك، لما إحساسك يقولك إن في حاجة غلط اعملي ستوب وفكري. يبقى هو لما بيلاقيكي ساذجة أو بريئة
او يعني فاكرة ان كل الناس طيبين، كل الناس نيتهم كويسة، ده كويس قوي 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 بالنسبة للنرجسي. مش بقولك خوني الناس، ولا بقولك سيء الظن فيهم، بس يعني خليكي أكثر وعيا من كده. خليكي عندك حاسة سادسة تسمعيها دايما وتصدقيها. بلاش كل الناس طيبة وكل الناس نيتها حلوة، أكيد مش كل الناس كده. ففكري شوية قبل ما تنغمسي في أي علاقة تدمرك. سادس حاجة من ضمن الحاجات اللي بيدور عليها النرجسي في ضحيته هي الاستقلال المالي. برضه بيكون عايزها بتشتغل ومعاها فلوس، أو من عيلة ميسورة الحال، أو عندها ميراث كبير مثلا. احنا قلنا إن النرجسي عبارة عن طفيل، طفيل زي الأميبا والحاجات دي، بيعيش يمص دم العائل بتاعه اللي هو انتي طبعا. أول ما يعرف إن عندك قرشين أو ورثة، أو بتشتغلي شغلانة كويسة وبتقبضي منها دخل كويس، على طول يلزق ويمص دمك ويمص فلوسك. ما بيسيبكيش إلا لما يحس إنه خلاص عصرك عصر، ما بقاش عندك حاجة يمصها. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للنرجسي. طب لو هو عنده فلوس أصلا ومش محتاج، برضه هيحاول يدفعك للشغل ويخلي عندك دخل علشان يعتمد عليكي ويوفر هو فلوسه. طبعا ده مش في كل النرجسيين، علشان محدش يجي يقولي أنا ما كنتش بشتغل ولو حاولت أشتغل كان بيرفض. ممكن يكون شاف إن الأحسن ليه إنك ما تشتغليش، عشان ده هيخليكي تحت سيطرته أكتر، وإن الشغل ممكن يفتح عينيكي ويخليكي تتجرأي وتعرفي قيمة نفسك وتفكري إنك تسيبيه. لكن لما تفضلي كده في البيت فانت كده احسن انك تبقي تحت سيطرته اكتر. طيب، سابع حاجة وسابع سمة، النرجسي بيدور على واحدة ما بتحبش المواجهة، بتحاول دايما دايما تنسجم وتتعايش مع اي وضع يحطها فيه. ده مهم جدا بالنسبة للنرجسي، عارفة ليه؟ لانه عارف انه محتاج لواحدة عايزة تعيش، بالبلدي كده زي ما بنقول غلبانة وعايزة تعيش، عندها استعداد تتجاهل كل الأكاذيب بتاعته عشان تحافظ على السلام والهدوء اللي معيشك فيه النرجسي طبعا بالكذب. ما تفتعليش مشاكل، تفضلي انك تعملي نفسك عامية ومش شايفة، تفضلي انك تتألمي وتتجرحي وتعيشي الألم والجرح بينك وبين نفسك عن انك تظهري ده وتعملي مشكلة في البيت، عشان ما تكهربيش جو البيت، علشان ما يبقاش فيه مشاكل، علشان ما يقلبش عليكي، علشان ما يتقمصش وياخد جنب وانت تفضلي تفكري ازاي تصالحيه. فبتفضلي انك تعيشي الألم بينك وبين نفسك، بتفضلي انك تتألمي لوحدك وتبكي لوحدك وما توريهوش حتى انك زعلانة منه، فهو عايزك كده. آخر سمة معانا وهي سمة مهمة برضو بيدور عليها النرجسي، هي قدرتك على المصابرة والتحمل. على طول على طول بتحاولي باستماتة انك تنجحي العلاقة، كل ما تفشل وتنتهي انت اللي بترجعيها تاني، وبتحاولي فيها مرة واتنين وعشرة. بتحاولي انك ترجعي العلاقة وبتحاولي انك ترجعي البيت، بالرغم من انه هو اللي بيهده كل مرة بتصرفاته وافعاله وخياناته، وانتي تغضبي مثلا وتسيبي البيت وترجعي تسامحي وتنسي، علشان انتي اللي تلمي بيتك تاني وتلمي ولادك في حضنك وفي حضن ابوهم، وترجعي تاني تعيشي زوجة. مش مهم بقى زوجة ايه، زوجة مخدوعة، زوجة متألمة، زوجة متدمرة، زوجة منهارة، مش مهم. المهم انك بتحاولي وتحاولي وتحاولي مرة واتنين وعشرة وعشرين، وطول العمر تفضلي تحاولي، وطول العمر يفضل يوجه لك الإساءة، وعارف إنها كلها كام يوم هتزعل فيهم، بس هترجع تاني تحاول معايا، علشان هي كده، هي بتحب روح المثابرة، هي بتحب تحاول، ما بتحبش تفشل. تفضلي انت تعملي كل اللي تقدري عليه واللي ما تقدريش عليه كمان عشان تحافظي على بيتك وعلاقتك بالنرجسي.
بيدور على الصفة دي فيكي، لأن هو ما عندوش الصفة دي أصلا، ما عندوش قدرة ولا طاقة يحاول بيهم ينجح علاقة، ما عندوش استعداد أصلا إنه يتعب علشان حاجة، ما عندوش استعداد يحسن من أخلاقه ولا يطور من نفسه علشان يحافظ عليكي، ما عندوش استعداد يتغير علشانك ولا عشان بيته ولا عشان ولاده ولا علشان أي حد. هو كده وهيفضل كده، وعليكي انتي انك تقبليه بالصورة دي، وعليكي انتي انك تتحملي الى ما لا نهاية لاخر يوم في عمرك طالما عايزة تكملي معاه. دول الثمان صفات اللي انا متأكدة ان غالبيتنا فيهم الثمان صفات دول مجتمعين. غالبيتنا كان عندهم الثمان صفات دول، علشان كده كنا صيدة سهلة جدا وثمينة جدا للنرجسي. بس اللي عايزة أقوله لكل واحدة سابت العلاقة مع النرجسي أو خرجت من العلاقة بسلام، خلي بالك من نفسك كويس قوي قوي، لأنك ممكن بسهولة تكوني صيدة ثمينة لنرجسي تاني، لأنك لسه فيك الصفات دي. مش بقولك إنك تغيريها، لا، اوعي تبطلي تكوني متعاطفة، اوعي تبطلي تكوني مثابرة، اوعي تبطلي تكوني متسامحة وعندك استقلال مالي وعندك استقلال نفسي، بس خليكي واعية، خليكي واعية، خليكي فاهمة الناس أكتر. زي ما بيقولوا كده، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. خليكي بقى مؤمنة وافهمي واوعي لنفسك، وما تبقيش زي الناس اللي انا بسمعهم بيبعتولي ويقولولي انا خرجت من علاقة مع نرجسي ووقعت في نرجسي برضو. ليه؟ لانك ما حاولتيش انك تفهمي وتحافظي على نفسك، وتحافظي ان محدش يتلاعب بسماتك الشخصية دي، وتخلي بالك قوي قوي من نفسك. اول ما تلاقي واحد بيستغل صفة معينة من صفاتك دي، تعملي له ستوب فورا وتخرجيه من حياتك نهائي. ما توقفيش دماغك وتشغلي قلبك بس، لازم دماغك تفضل شغالة طول الوقت. انت مريتي بتجربة مش سهلة، مريتي بتجربة دمرت ناس كتير، فاحمدي ربنا انك خرجتي منها بسلام ووقفتي على رجلك. فبلاش تبقي صيدة ثمينة لواحد تاني يلعب بيكي ويستغلك تاني. اتمنى لكم حياة سعيدة، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقة الجاية.